السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن قصة واقعية من بيت العيلة. صديقتنا وأختنا في القناة بعتلنا القصة وعايزة رأينا وعايزة أشوف هتعمل إيه. فمعلش أنا رأيي شوية يعني ممكن ما يعجبهاش قوي، بس تعليقاتكم برضو هتوضح الموضوع ماشي إزاي. دلوقتي صديقتنا أو أختنا، أنا بعد كده مش هقول أصدقاء وأصحاب، هقول إخوات، عشان إحنا كلنا في تقريبا نفس الحوار ونفس المشكلة. المهم، اختنا بعتت لنا وبتقول ان هي قاعده في بيت عيله وحماها توفى من فتره، فحماتها عايشه لوحدها. فطبعا كان داخل شهر رمضان. مشكوره اختنا مشكوره. نزلت قعدت معاها وفترت معاها، والمهم ما خلتهاش محتاجه حاجه في شهر رمضان. وكان دي لفته جميله من اختنا ان هي عملتها مشكوره يعني. فهي بتقول قعدت شهر والتاني وخافت يبقى الموضوع ثابت. الموضوع ثابت ان هي يبقى فرض عليها، خاصة ان حماتها او اخوات جوزها متجوزين بعيد. فهي خافت ان ده تبقى ثوابت، فقررت ان هي تقطع الموضوع ده شوية بشوية، بحيث ان هي تقعد في بيتها او في شقتها مع عيالها وجوزها. والست حماتها بتشتكي من الوحدة، ان هي عايشة لوحدها، بتاكل لوحدها، ولدرجة ان هي قعدت فترة ما بتاكلش من الزعل. فطبعا ابنها اللي هو جوز اختنا دوت جه يجي من شغله يقعد مع امه وياكل ويشرب ويشوفها عايزة ايه، وبعد كده يطلع على بيته. اختنا زعلانة، تقول دلوقتي مبقاش في خصوصية، ما بقاش ليا لوحدي، ما بقاش نعرف نتكلم. يا اما انزل اكل معاه يا اما لا ياكل هو معاها. طيب، اولا يعني انا عايز افرحك وابسطك، لاني انت من حظك الحلو ان مفيش حد معاكي في البيت، وحظك الاحلى والاحلى ان انت اخوات جوزك متجوزين بعيد، يعني ما بيجوش يسخنوها عليكي. فما فيش اي حاجه يعني تقول ان الست تعمل لك مشاكل وتتخانق معاكي وتروح وتيجي وتسوي وتشتكي. الدنيا تمام يعني، احمد ربنا ان مفيش حد معاك يسخنها عليكي، ولا سلفتك، ولا اخت جوزك، ولا الكلام ده كله. تفهماني؟ فاحمد ربنا. دي حاجة. الحاجة بقى اللي اهم، الست دي بقت وحيدة، مش محتاجة منك غير لقمتها وان هي تقعد معاكي او تقعدي معاها. الست دي محتاجة الكلمة الطيبة، محتاجة حد يقعد جنبها. ما تقعديش اليوم كله، افطري معاها، قولي لها معلش اطلع اشوف بيتي واشوف حاجتي. اتغدي معاها. لما جوزك يجي خديه وكلي معاها. يا ست النص ساعة ولا الساعة دي مش هتعمل أي حاجة. الست هتموت منكوا كده، هتموت من الوحدة. الوحدة بتموت فعلا، صعب أسألين أنا. وبعدين هي مش هتطول عشان خلاص بقت وحيدة. وربنا ما يوري حد الوحدة عاملة ازاي، بالذات للأم اللي عيالها بيبقوا قريبين منها ومش قادرة تتواصل معاهم. فرجاء خاص اعتبريها أمك. شوفي نفسك بعد ما توصلي للسن ده. الموضوع مش كبير، ده حاجات بسيطة انت ممكن تعمليها تكسبي بيها ثواب، هتكسبي بيها خير. ما تبقيش شايفة نفسك ان انت مظلومة دايما، لا انت مش مظلومة، انت بتعملي خير وهتلاقيه، والله والله هتلاقيه. اعملي بس معاها الخير وان شاء الله ربنا هيكرمك اخر كرم. الست مش هتطول اصلا، والحكاية مش مستحملة يعني. امال بقى لو شفت القصص التانية اللي حماتها واخت جوزها واخو جوزها والدنيا وكله عليها، احمد ربنا وراعي ربنا في الست اللي معاك ديت. هتدعي دعوة انت هتستفادي بيها، هتستتر معاك ومع اولادك ومع جوزك. ادعيها وراضي جوزك وراضي الدنيا كلها. جوزك لما يلاقيك مرضية امه ومرضياه ومرضية الدنيا كلها، صدقيني والله العظيم هتعيشوا احلى حياة. احلى حياة. برضو دي وانت لما تكبري تبقي زيها، وانت ما ترضيش على امك يحصل لها كده.
وفي الختام أنا مستني تعليقاتكم، وإن شاء الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.